أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم أولا حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وبحال أحسن من هذا الحال إن شاء الله. ونبدأ هذه الأمسية القرآنية إن شاء الله بأولى فقراتها مع القارئ محمد جعفر، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن
بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. القارئ محمد جعفر رضي، الشكر الجزيل على هذه التلاوة الطيبة. نعتذر عن التأخير في البدء وذلك بسبب الاشتباه في بداية الوقت، كما تعتذر لكم فرقة الثقلين للابتهالات والتواشيح الدينية لتواجدها، وذلك للارتباط أعضائها بمهرجان القرآني في سار. سورة سبأ من السور المكية القصار، جاء فيها ذكر قوم سبأ، إذ تحدثت الآيات عن هذا القوم وكيف حل بهم. السورة لها فضل كبير، إذ يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الرواية: من قرأها يرافقه ويصافحه جميع الأنبياء يوم القيامة. خلال الفقرات نتطرق إلى ماذا حل لقوم سبأ. جاءت الآيات ذكرا لهذه القصة، إذ تقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. شنو هذه الآية؟ جنتان عن يمين وشمال. آية خلاقة خلابة، عندهم نهر وبين النهرين هناك جنات عبر عنها القرآن بجنتين، تلتفت يمين تجد الخضرة والخلابة والأشجار متصلة ببعضها البعض، شمال كذلك جنتان عن يمين شمال. بعد كل ما ذذ وطاب من الرزق، كلوا من رزق ربكم. وش المطلوب منهم؟ واشكروا له، فقط الشكر والاعتراف بهذه النعمة. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. عندكم هذه البلدة الآمنة الطيبة، وكذلك الله رب غفور متغاض عن معاصيكم. شو اللي سووه؟ ماذا حل بهم؟ سنستمع لتكملة هذه القصة بعد التلاوة القادمة للقارئ صادق الصفار. يتفضل بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقترب الوعد الحق
فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول أحسنت وطيب الله أنفاسك. القارئ صادق الصفار. استمر حال قوم سبأ على هذا الحال من الرزق الوافر. أرادوا أن يستفيدوا من هذا النهر
فبنوا سدا تعبيرا عن قوتهم وضمان معيشتهم، فسمي هذا السد بسد مأرب، معروف سد تاريخي مشهور، إلى أن ظنوا أن هذا الأمر لا يتغير عليهم. يعني هذه الحالة بما هم فيه من الوفرة في النعمة والأمن والأمان لا يتغير. يعبر القرآن الكريم في سورة سبأ عن هذه الحالة من الأمن بقوله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يعني شنو؟ كانت قراهم في تلك المدينة في أرض اليمن قوم سبأ، كانت القرى متلاصقة مع بعضها البعض بما يشعر بالأمن. إذا أرادوا أن يسافروا من مدينة إلى أخرى أو من قرية إلى أخرى فهم متصلون مع بعضهم البعض، فيسيرون في سفر طويل ليالي وأياما آمنين. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، تعبير قرآني على شدة الأمن. لكنهم طغوا وجحدوا بالنعمة ولم يشكروا الله سبحانه وتعالى. طبعا سورة سبأ في مجملها تتحدث عن الشكر، وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، جاءت في نفس السورة. فتأتي تضرب مثال عن هذا قوم سبأ أنهم لم يشكروا. وش سووا الأغنياء منهم؟ ماذا قالوا؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. يعني ما نبي هذا الحالة من الأمن، لأن ما نبي الفقراء يسافرون ويانا. إذا الفقير يقدر يتنقل من قرية إلى قرية ويحصل فيها رزقه ويحصل فيها الضيافة فهو يتساوى مع الغني. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. وش صار فيهم؟ فجعلناهم أحاديث. وش الأحاديث اللي صارت؟ سنشاهدها إن شاء الله في آية سابقة تتحدث فأعرضوا. ماذا حل بهم؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل شديد جدا، العرم يعني الشديد. سيل العرم، سيل شديد وأمطار غزيرة جدا إلى أن فاضت وغمرت كل الأراضي الخضراء والبساتين والجنتين التي ذكرتهما السورة. ماذا حل بهم بعد ذلك؟ سنستمع إلى القارئ محمود المحروق، ولكن بعد توزيع مجموعة من الجوائز. الأخوة أصروا أن احنا نوزع الحين عشان تتشجعون وتمكثون للأخير. يقول لكم ترى في جوائز، فأنا أبغى أحد يسحب، مع أنه ما أعطوني رقم، عشان إذا طلع رقمي يكون لي جائزة يعني. ستمائة 612 612 و617 612 و617. كم جائزة عندنا أستاذ عبد الرسول؟ 6 جوائز، 612 إلى 617. تفضل أستاذي. من يكرم؟ صلوا على محمد وآل محمد. شكرا المسلم. ستمائة 617 ماجد. زين، حافظنا على جائزة ما أشوفها. التلاوة القادمة للقارئ محمود المحروق، يتفضل مصحوبا بصلواتكم الرفيعة على محمد وآل محمد. وبعدين برد نقدم وقول وانت قاعد كلهم
الجاي. التلاوة من سورة القصص. اللي حب يفتح بتلفونه ويتابع، فإن الناظر إلى المصحف، من نظر إلى المصحف متع ببصريه وغفر، ما تحفظون الأحاديث، وغفر لأبويه. من نظر إلى المصحف متع ببصريه وغفر لأبويه، من سورة القصص الآية 83. نبقى معه منصتين خاشعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا
كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول أحسنت وطيب الله أنفاسك. القارئ محمود المحروق سيبقى معنا في مجموعة من الابتهالات الدينية ممثلا عن فرقة الثقلين للابتهالات والتواشيح الدينية التابعة لجمعية الذكر الحكيم. سورة سبأ تذكر ماذا حل بقوم سبأ بعد أن أعرضوا عن شكر الله بقولها: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. نبتت مكان تلك الأشجار المثمرة ذات الرزق الوافر مجموعة من الأشجار ذات الشوك والطعام المر ذات خمط وأثل، والشجرة السدر المعروفة. وهذه الأشجار كانت قبيحة المنظر، فتبدل ذلك المنظر الخلاب إلى منظر قبيح بعد أن جحدوا بالله عن طريق كفرانهم بشكر النعم. الآيات تذكر في رواية تذكر عن الآيات: ربنا باعد بين أسفارنا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الإمام الصادق في رواية عنه يسأل أصحابه يقول: ماذا تقولون في هذه الآية؟ يقولون أن المقصود في القرى التي باركنا فيها هي مكة المدينة البيت الحرام، فإن السائر إلى بيت الله الحرام يشعر بالأمن. فيشكل عليهم الإمام الصادق: وهل السائر إلى بيت الله الحرام يشعر بالأمن على نفسه وماله وطريقه، يعني ما يتعرض للسرقة، ما يتعرض إلى أي شيء من مصائب الدنيا؟ وإنما هي، طبعا الإمام الصادق يكمل: وإنما هي نازلة في قائمنا أهل البيت. اللهم صل وسلم على محمد فإن في دولته، طبعا التكملة من عندي، فإن في دولته يشعر المؤمن بالأمن والأمان. والله يزيل عنكم كل خوف يا أهل البحرين ويحل عليكم الأمن والأمان بظهور القائم عجل الله فرجه الشريف. انزين، أنا بطلع عن نص سحب الأرقام وأعطيكم جائزة مباشرة. بعطيكم جائزة بسؤال، بسأل السؤال وبشوف من يعرف جوابه. ذكر قوم سبأ أو اسم لفظة سبأ في غير موضع سورة سبأ، ففي أي سورة تلك؟ في موضعين ذكر، في سورة سبأ وفي سورة ثانية. في أي سورة؟ جائزة مباشرة من غير رقم. من اللي يتكلم هنا؟ الحج، نتعرف بنفسه. أستاذ حج يوسف، وش تقول؟
سورة النمل، تعرف الآية؟ فيها علاقة بالهدهد، هدهد سليمان. فجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا سألت عن سيد يوسف، لكن ذكر الآية مهم جدا. إذا توصلونها للحاج يوسف: صلوا على محمد وآل محمد. ستمائة واثنين وستمائة وثمانية وثلاثين. الجماعة الظهر ما يبغوني أسأل أسئلة فقالين 638. أنت تستاهل. صلوا على محمد. سنبقى مع ابتهالات دينية إن شاء الله تحلقون بأرواحكم وقلوبكم مع تحريق الأستاذ محمود المحروق بحنجرته في ابتهالا لله سبحانه وتعالى. يتفضل. أدم الصلاة على النبي محمد. أدم الصلاة على النبي محمد. فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. لا تعتبن على العباد فإنما تعتبن على العباد فإنما يأتيك رزقك حين يؤذن فيه
لا تعتبن على العباد فإنما يأتيك رزقك حين يؤذن فيه. سبق القضاء لوقته فكأنه يأتيك حين الوقت أو تأتيه. سبق القضاء لوقته فكأنما يأتيك حين الوقت أو تأتيه. فثقا بمولاك الكريم فإنه فثقا فثقا بمولاك الكريم فإنه بالعبد أرأف من أب بأبيه. وأشع غناك وكن لفقرك صائلا. يضني حشاك وأنت لا تبديه. سبق القضاء لوقته فكأنه سبق القضاء لوقته فكأنه يأتيك حين
فثقا بمولاك الكريم فإنه بالعبد أرأف من أب ببنيه. فثقا بمولاك الكريم فإنه بالعبد أرأف من أب ببنيه. صلوا على محمد وآل محمد. بارك الله فيك الأخ محمود المحروق على هذا الابتهال. يدعوكم الأخوة المنظمون لتناول وجبة السحور بعد الأمسية، فما تطلعون من هنا لأنتم مسحرين. كما تعلن جمعية كران الخيرية عن إقامة العقيقة الجماعية في ليلة القدر الشريفة. تسجيل اتصال إلى أبو فرقد أو الأستاذ حميد فضل. أرقام الجوائز الثلاث المتبقية بذكرهم سريع عشان نذهب إلى تكريم المشاركين. 635 695 687. يمكن أنه مكتوبين عندكم بالإنجليزي، أذكرهم بالإنجليزي أشوف ما حد يجي. 600 لا أخوه لحظة شوي. محمد أدعو فضيلة الشيخ عبد الحسين المبارك للتقدم وتكريم المشاركين في هذه الليلة. القارئ محمد جعفر رضي يتفضل، القارئ صادق الصفار يتفضل إلى المنصة، كذلك القارئ براحتكم. محمد أول شيء محمد أنا مكتوب اسمه. القارئ محمد جعفر رضي، القارئ صادق الصفار، والقارئ والمبتهل هذه الليلة القارئ محمود المحروق. كما أكرر اعتذار جمعية الذكر الحكيم عن تواجد فرقة الثقلين للابتهالات والتواشيح الدينية، وعلى تواضع الأمسية والقراء. أقصد الأمسية في هذه الليلة كان المفترض أن يتم ترتيب حافظ، كذلك مجموعة من الفعاليات الأخرى. أوعدكم إن شاء الله باسم الجمعية أن تكون في المرات القادمة إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.